وتعالوا بينا هنكمل بقيه فيديوهات الصيانه. وفي الفيديو ده هنغير اتيال الفرامل، وكمان هنغير زيت الدبرياش والفرامل اللي هو الزيت الباقي، ورفعنا الموتوسيكل على الحامل عشان نبدا فيه شغل. وبدانا بفك التيل القديم، وزي ما انتم شايفين شكل التيل القديم كان عامل ازاي، ولسه مليان بس نوعه مش حلو. ونضفنا مكانه بالسبراي بتاع ريزويل، وده سبراي مخصص لتنظيف الفرامل اسمه 59 ام لو حد عايز يجيب زيه. وده التيل الجديد اللي هنركبه ورا، النوع ده نضيف جدا. وخطوه التنظيف قبل التركيب دي مهمه جدا، عشان التيل القديم بيبقى سايب وراده فبتخلي الكليبر مش شغال كويس. وده شكل الزيت اللي موجود في الخزنه، طبعا باين عليه حالته سيئه جدا. فهنعمل لهم دوره تنظيف وهنغير الزيت اللي موجود جواه. فكناها نضفناها ونزلنا الزيت القديم اللي كان فيها عشان نزودها بزيت دوت فوق، وبرده جبناه من شركه ريزويل، وده زيت باكم تخليقي بالكامل. طبعا احنا هنغير الزيت اللي موجود في الموتوسيكل كامل، سواء كان زيت دبرياش او زيت فرامل. وبالحركه اللي بيعملها بايده دي كده بيسحب الهواء اللي موجود في الخراطيم. وخلاص كده خلصنا الفرامل الخلفيه، هننضفها بالسبراي ونخش على الفرامل الاماميه. هيرجع بقى يقفل كل حاجه تاني. اللي هيعرف اللي بيحطه على المسمار ده ايه هديله. وبعد ما خلص بيجرب الفرده، بيشوف الفرامل شغاله كويس ولا لا، وهيبدا في فك الفرامل الاماميه. وهنا انا اختصرت لكم اكتر عشان ما اطولش عليه. يشيل منه الاتيال ويرجع ينضفه تاني بالسبراي، وطبعا هينضفه كويس بسبراي ريزويل. وطبعا قلنا خطوه مهمه قبل تركيب التيل الجديد. وعيب تكون وصلت لحد هنا ويكون لسه ما عملتش لايك، اكيد مش مستنيني اقول لك انزل اعمل لايك. وما تنساش تقول لي شفت الفيديو ده منين. هنشوف بقى في الكومنتات اكتر منطقه شافت الفيديو، والفيديو طالع من منطقه الماء. نرجع تاني الموضوع، هنفك الكليبر الناحيه التانيه ونشيل منه الاتيال، نغسله بالسبراي بتاع ريزويل. والواحد بيحس براحه نفسيه غريبه لما بيشوف الحاجه دي بتتصلح او تتنضف، ومش عارف انا لوحدي اللي كده ولا كل الناس زي. وهنرجع نركب الاتيال الجديده عشان نقفل كل حاجه تاني مكانها. وعايز اقول لكم بعد الفيديو ده انا حسيت بفرق كبير قوي في الفرامل. اولا المقبض بقى خفيف، ثانيا كان في ريجه خفيفه كده راحت لما عملت الموضوع ده. نرجع نزود الخزن بزيت ريزويل عشان هنعمل لها دوره تنظيف، وهنفضل نزود ونفضي كده لحد ما نتاكد ان كل حاجه نضيف. خلي بالك وانت شغال من الزيت ده، لانه لما بينزل على البويه بيعلم فيها وممكن يطلعها. ولو نزل منك غصب عنك شويه يبقى اغسل مكانهم بميه وكل حاجه تبقى زي الفل. وكده كمان خلصنا الفرامل الاماميه، شايفين شكل الزيت الجديد. واخر حاجه هنعملها هنغير كمان زيت الدبرياش، طبعا باين عليه حالته من شكل. وهننضف الخزنه بتاعته بسبراي ريزويل ونبدا نزودها بالزيت بتاع ريزويل. وطبعا عملنا لها دوره تنظيف بس انا اختصرت. وده شكل الاتيال اللي كانت موجوده، وده زيت ريزويل الالماني اللي احنا استعملناه. طبعا كل منتجات ريزويل محترمه. وده السبراي 59 اللي احنا كنا بننضف بيه. ونشكر اللوست علي هوند على الشغل الجامد اللي عمله في الموتوسيكل ده. يلا سلام.